النهاردة هتكلم معاكم عن الشخصية الحدية، ومحتاجة أفرق ما بين الشخصية الحدية واضطراب ثنائي القطب. اضطراب الشخصية الحدية هو اضطراب ليه علاقة أكتر بالشخصية، ثنائي القطب ليه علاقة أكتر بالمزاج أو بكيمياء المخ. الشخصية الحدية ممكن الاضطراب ده يبدأ يظهر في مرحلة المراهقة. ثنائي القطب ممكن يظهر على أكبر 20 سنة أو من المراهقة أو 20 سنة، لكن الحدية بيظهر في سن بسيط. طيب، اضطراب الشخصية الحدية هو مش محتاج أدوية للتعامل معاه. اضطراب ثنائي القطب هو محتاج أدوية للتعامل معاه، فهو تخصص الطبيب النفسي. يعني إيه اضطراب شخصية حدية؟ شخص مش عارف يدير مشاعره. المشاعر عنده بتاخد درجات عالية قوي، موقف ما يستاهلش فبياخد رد فعل عالي قوي على الموقف ده. ايه العلامات اللي ممكن تميز لي الشخصية الحدية؟ اول حاجه مشاعره متقلبه، هو مش عارف يسيطر عليها. من كلمه بينفعل جدا، بيغضب، بيصور، بيحزن. ممكن من كلمه وبيدي رد فعل على اعلى حاجه ممكنه، مش على قد الموقف، لا. طيب، علاقاته غير مستقره، صورته عن نفسه صوره غير مستقره، عنده مخاوف من جرح الهجر، عنده اندفاع في قراراته، عنده بيحس في كثير من الأحيان بيحس بفراغ داخلي. طيب، ايه الأسباب اللي ممكن تكون أدت لجرح أو لاضطراب الشخصية الحدية؟ ليها علاقة بالطفولة. تجارب اللي في الطفولة كان فيها إهمال، كان في قسوة، كان في عنف، كان في هجر. كل الحاجات دي بت بت من الأسباب اللي بتخلي ممكن يكون في شخصية حدية أو اضطراب في الشخصية الحدية. عنده تعلق غير آمن، حصل له جرح هجر، الناس اللي بيحبهم بعدوا، سواء بعدوا عن طريق الوفاة أو بعدوا سابوه ومشوا، فهو عنده جرح هجر. عنده حساسية شديدة للمشاعر، بيحس قوي بالمشاعر، بيحس جدا بالمشاعر، بس ما بيعرفش إدارة المشاعر، ما بيعرفش يديرها ازاي، ما بيعرفش يقيم ده ازاي، فبيبقى عنده اندفاع في الحتة دي. ممكن تكون عوامل وراثية، ممكن ان الاهل او الناس اللي كانوا متوليين رعايته كانوا بيعانوا هم كمان من اضطراب الشخصية الحدية. طيب، ايه علامات مميزة؟ ان هو بيبقى قوة في نوبات الغضب او الانفعال، قوة غير مبررة، ما تستدعيش كل ده. ممكن يصل لإيذاء نفسه، ممكن يصل لإيذاء نفسه. طيب، على عكس الشخصية أو الاضطراب ثنائي القطب، هو ما عندوش إلا شعورين: شعور يا إما اندفاع وفرح ويلحقه اكتئاب ومش عايز أعمل حاجة وبعدين أبقى إنسان طبيعي. ده لاين بيقعد قد إيه؟ الشخصية الحدية طالع نازل على طول. إنما الشخصية أو اضطراب الثنائي القطب لا، بقعد حبة في مود الاكتئاب، بقعد مدة كبيرة، وبعدين في مود الاندفاع أو في مود اللي بيسموه هوس، وبعدين برجع عادي جدا. ففي مدة زمنية بقعد حبة مكتئب، بقعد مدة كبيرة كذا. فدي من العلامات الفارقة ما بينهم هما الاتنين. طيب، الناس اللي حوالين الشخصية الحدية ممكن تعمل ايه او تتعامل معاه ازاي؟ لان هو بيبقى مرهق للناس اللي حواليه. اول حاجة، حط حدود واضحة. لو انا بتعامل مع شخصيه حديه، محتاجه احط حدود واضحه، محتاج يكون عندي ثبات انفعالي، محتاجه اكون ثابت على موقفي، محتاجه ان انا ما اخدش مشاعرهم او كلامهم بموقف شخصي. لا، هم كده قاصديني او هم يقصدوا، ما اخدوش على محمل شخصي عشان معياش انا، ما كنتش بعالجه بقى وانا اللي هعيا. كمان محتاج ان انا اكون مش وعي المنقذ، انا وعي الداعم. طب يعني ايه الفرق ما بين وعي المنقذ ووعي الداعم؟ وعي المنقذ انا اللي بحللك، وانا اللي هشيل عواقب المشكله، وانا اللي هنقذك من اللي انت فيه، وانا اللي هشيل المشاعر دي معايا بعد ما همشي، فانا شايله الشيله مكانك. وعي الداعم انا بخليك، بساعدك تجيب انت الحل، بساعدك ان انت ازاي تفهم مشاعرك، بساعدك ان انت تدير مشاعرك، مش بشيلها عنك. طيب، ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الشخص الحدي يعرف يسيطر شوية على مشاعره؟ اول حاجة، اتعلم واقرا واسمع عن تنظيم وادارة المشاعر. الحاجة التانية، اتعلم مهارات السيطرة على الاندفاع، وده اللي احنا نتعلمه مع بعض. اتعلم ازاي اتعامل مع العلاقات، اتعامل مش ابقى خايف من الهجر فادي ردود افعال مندفعة. اتعلم ازاي هدي نفسي. طيب، ايه الحاجات اللي تساعدني على ده؟ منها تمرين ازاي اعمل كنترول على نفسي ساعة الغضب او ساعة الانفجار.
لما احس ان انا هفقد السيطره، اعمل ايه؟ اول حاجه اقول لنفسي انا محتاجه اهدى، مش محتاجه اخد رد فعل دلوقتي. انا لما باخد رد فعل دلوقتي برجع اندم عليه، فانا محتاجه اهدى. استعين بقى بالتنفس، استعين بقى بتمرين الحضور، ان انا اوقف، اتعلم ازاي اوقف تفكير واوقف مشاعر، اتعلمها. تاني حاجه بعملها، هو انا حاسس بايه بالظبط؟ ده غضب، ده حزن، ده ضيق، ده ايه؟ انا حاسس بايه؟ اسمي الشعور واديله درجه، كام من 10؟ كام من 10 الشعور اللي عندي ده؟ رد فعل اللي انا كنت هعمله ساعتها، هل يستاهل ده؟ اسال نفسي السؤال ده، هل يستاهل ده؟ طيب لو ما يستاهلش، ايه رد الفعل المناسب؟ طب لا يستاهل، طب في رد فعل تاني لو ده يستاهل، في رد. فببدا اتحاور مع عقلي لحد لما تبدا مشاعري تهدى، واعرف ازاي ادير هذه المشاعر. بستعين بالتنفس العميق، بستعين بشرب الميه، بستعين بالتهدئه، بستعين بتغيير المكان. طب انا اغير المكان، وارجع اسال نفسي نفس السؤال تاني، اللي انا كنت حاسس بيه اسمه ايه، وكم من 10، واللي انا كنت هعمله هو يستحق ده ولا لا يستحق؟ طب لا يستحق، ايه اللي كان يمكن ان هو يستحق؟ بالتمرين ده هقدر ان انا في لحظات الانفجار افرمل نفسي عن الاندفاعيه اللي بكون فيها. طيب مش بقى ايه، مش في لحظه انفجار انا عايزه ادرب نفسي، مش لازم اوصل بقى للحظه الانفجار، انا عايزه ادرب نفسي ازاي اسيطر انا على مشاعري. هنعمل تمرين مكون من 4 اسئله. التمرين ده عشان مخي يفهم كده هو ايه اللي بيحصل. اول حاجه، ايه اكتر شعور حسيت بيه النهارده؟ محتاجه اسال نفسي ايه اكتر شعور انا حسيت بيه النهارده. الشعور ده حصل بسبب ايه؟ فرحان، زعلان، غضبان، حصل بسبب ايه؟ طب انا اتعاملت معاه ازاي؟ طب انا كنت اتعاملت معاه، طب في طريقه تانية افضل تخليني اتعامل بطريقه افضل ولا لا؟ لو انا بسال نفسي بجاوب على ال4 اسئله دول كل يوم، فانا بعمل تفريغ مشاعر وبسيطر عليها وبفهمها، مش هتؤدي بيا لفكره ان انا ابقى مندفع في قراراتي، في مشاعري، مش عارفه اسيطر عليها. دي كانت حاجات بسيطه كده عن فكره الشخصيه الحديه، تمارين ازاي اقدر ان انا اخفف من فكره الاندفاع اللي موجوده في الشخصيه الحديه، واهم حاجه استعين بجلسات الكوتشنج عشان تقدر تساعدني في التعافي من الشخصيه الحديه. انا منتور كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.